اهلا بيكم في بودكاست كفايه بقى النسخه الرمضانيه، الا وهي كفايه بقى بالله عليك. حتى لو البودكاست ده في نسخته نظيفه، برضه مش لاصحاب القلوب الضعيفه اللي هم دايما بيحسوا ان هم اوفندد بسرعه، اللي بنتضايق قوي، حساسين قوي من كل المواضيع. لا، البودكاست ده مازال اوفنسيف ومش بيراعي مشاعر ولا بيعمل حساب لاي حد برضه. بس لو انت او انتي او اي حد من اللي حواليكوا بيتضايق من الفاظ معينه، او لو اتكلمت في مواضيع معينه، يفضل قاعد عادي، لان دي النسخه الرمضانيه النظيفه من بودكاست كفايه بقى. فسلي صيامك مع بودكاست كفايه بقى بالله عليك، وانجوي ذا رايد. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاستكم المفضل كفايه بقى في زيه الرمضاني. كفايه بقى بالله عليك with your favorite host علاء الشيخ، والحلقه المنتظره، حلقه الجمهور، الا وهي خناقات رمضانيه. احنا ابتدينا العشر اواخر في رمضان، يعني مش مصدق ازاي رمضان عدى بهذه السرعه. الحلقه دي اللي هي خناقات رمضانيه انا عاملها مخصوص في الوقت ده، عشان مش وقت خناقات رمضانيه بقى، يعني نحاول نلم رمضان. اللي ما لحقش يصلي ايه اكنه السمري كده، يعني ايه، انجز الدنيا كده. صحيح انا ما اتكلمتش مع الديكور، كل الحلقات دي نزلت وما اتكلمتش على الديكور اللي موجود. اولا في يميش رمضان اهو، بلح اهو، ما بحبش البلح، والبتاع ده ايه ده، مشمش، ما بحبش المشمش. يعني انا ما بحبش اي يميش اصلا. انا مش عارف ليه الناس بتشتريه بفلوس كتير فشخ. طبعا نعمه ربنا سبحانه وتعالى اهي، عشان بس اهي، عشان ما حدش يقول حاجه، بس ماليش فيها، فاهم؟ حاطينها لي بقى كده اهو، فانوس 1 2 3 4 5 فانوس كبير سيزون 11 ده، عشان بس ايه، احنا مش بنعد السيزونز بتاعت رمضان، فهي البوستر اتعلق غلط، عشان بس برضو اللي سأل، ده مش سيزون 11، ده سيزون رمضان. سيزون 11 السيزون اللي جاي اللي هو بعد رمضان، عشان بس ما يحصلش لبس. بس هو خدوا الديكور الله حلو، الالوان، سيبكوا بقى من الهبل، يعني تمام، مشوا الدنيا، الواحد صايم، انجز الدنيا خلاص. مشكله رمضان يا جماعه ان مع الصيام، خلي بالكم، وانا برضو قلت في حلقه كده قبل كده، انا مشكلتي في رمضان او مشكلتي في الحياه بعيدا عن رمضان هي الجوع والنوم. انا لو جعان هبقى انسان قذر، ولو مش نايم ببقى اوحش من الاولين. تخيل بقى انت في شهر واحد بتنام قليل وجعان، يلهوي، ومش شارب قهوه الصبح، هي الدنيا بتبوظ. فبينتج عن الواحد افعال مش واقعيه، وده بيؤدي الى خناقات كبيره. واللي بعد ما تتخانق الخناقه بتحس ان طبعا ساعات بنكابر، يعني ساعات تبقى غلطت في اللي قدامك لدرجه ان انت ما ينفعش تصالحه. عارفين الحوار ده؟ عارف لما انت تمسك واحد تمسح بكرامته الارض لدرجه ان انت لما تكتشف ان انت غلطان اتس تو ليت ان انت تعتذر، خلاص ايم فار جو، انا دمرت له حياته لدرجه ان لو قلت له انا اسف هيحس ان لا يا معلم، لا تعالى، يعني هيتخيل يرجع، فاهم؟ ده اللي بالظبط اللي بيحصل في رمضان. انا عندي كام خناقه كده رمضانيه، وانا ليا تجربه مع رمضان في الخناقات اللي مالهاش معنى. اول خناقه كانت غريبه جدا الصراحه، وكانت مع حد بحبه جدا. فاكرين نونا اللي استضفناها في اول حلقه بتاعت الصالون؟ هي دي نونا، هي دي نورهان اللي انا اتخانقت معاها. هي دي القصه بقى اللي انا قلتها في الستوري وانا بعلن عن الحلقه دي، فانا قلتها غلط عشان بس ما احرقش القصه. المره دي هقول لكم اللي حصل بالملي. نونا انا اعرفها من زمان قوي، من ساعه ما رحت الشركه بتاعتنا، وهي البارتنر بتاعتي. يعني احنا دايما في الاعلانات بنشتغل حاجه اسمها ارت وكوبي، فانا ونونا اصحاب قوي. ففي يوم من الايام في رمضان والصيام والشغل، وكان عندنا شغل، فالدنيا كانت بايظه. كانت هي قاعده جنبي في المكتب، كنت لسه مخلف كوكا بقى، كان كوكا لسه فريش كده، كان لسه حتى مش بيمشي، يعني كان لسه فريش خالص. قالت لي وانت ايه اخبار الكلب بتاعك؟ فانا قلت لها كلب ايه يا نورهان؟ قالت لي كلب كوكا. هي بتقولها اللي هو ايه، هي نونا واحده من العيله، يعني انا بعتبر ان نورهان واحده من العيله بجد. فبتقول لي يعني اللي هو ايه، انا حتى لما اسال مثلا خالد ديوان صاحبي، الولد ابنك الكلب عامل ايه، خلاص تمام يعني، فاهم؟ قشطه، مش قصدي ان انا اشتمه. انا ما اعرفش ليه وانا صايم حسيت ان لا 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 لا, لا انا ابني مش كلب. اللي هو سبت الموضوع نفسه ان هي بتسال على ابني اصلا، يعني هي اصلا كتر 1060 خيرها ان هي بتسال على ابني. انا مش عارف ليه يا جدعان، ده نقص سكر بقى، فاهم انت؟ في مشكله حصلت في البيولوجي بتاع الدماغ. قلت لها لا 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 كوكا مش كلب، وبصيت لها في عينيها، هي كانت فاكراني بهزر. فقالت لي يعني ايه؟ قلت لا يعني لما تيجي تتكلمي عن كريم تقولي كريم، لان كريم مش كلب. فقالت طيب ماشي، لا انا بقول لك انا بسال. قلت لها لا 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 افهمي بس، افهمي عشان بس يهدي بقى يا نورهان، انا ابني انا نفسي مش بقول له كلب، انت بتقولي لي كلب ليه؟ فقام جت نورهان عشان بنت محترمه، قامت قالت لي، جابت مرشدير، قالت لي تمام خلاص يا عم انا اسفه. انا بعديها بنص ساعه فقت. بتحس ان انت لما الادرينالين بقى اتسحب من جسمي وابتديت افكر بعقلانيه من غير ما تتكلم. رحت قلت لها نورهان انا اسف،
اللي حصل في النص ساعه اللي فاتت دي انسي ان حصل حاجه كده، افكسي. وبقيت محرج فشخ ان انا اصلا عملت حاجه زي دي، اللي هو نفسي تتمسح من ذاكرتها. هي نون عشان طيبه انا متاكد ان هي نسيت، بس انا كان نفسي اللي هو يا ريتني ما عملت كده في حياتي. من الحاجات اللي ندمان عليها، واحده بتسال على ابني وهي من عشمها هي بجد واحده من العيله، يعني هي نورهان في فتره من الفترات كانت مديره اختي ما عندنا في الشركه، فهي نورهان واحده من العيله بجد. فحاسس ان انا ليه عملت كده. واحده بتسال على ابني، قالت كلب، اللي هو ابنك الكلب الصغير ده، انا اخدتها ابني مش كلب. اهدى معلم، مالك انت اتهبلت ليه؟ فلما سالت نفسي طب هو ليه عملت كده، غالبا بقى كانت هي دي بقى ايه، نقص نسبه السكر في الدم بتاعت الحلقه الثالثه. هي غالبا كده يعني، اللي هو انت في حاجه غلط وبتلاقي نفسك بتقول حاجه وبتندم بس خلاص توليت. الخناقه الثانيه كنت راجع من الجامعه في ابو قير، فكان في ميكروباص مستعجل شويه، والميكروباصات انت فاهم ايده بقى بيبقى ده باين ايه على الكلاكس. انا غالبا حكيت الحلقه دي قبل كده. واحنا في ابو قير هو حاره واحده، او على ايامي يعني ما اعرفش موسعوا الشارع دلوقتي ولا لا، بس انا على ايامي كانت حاره، لان على اليمين في عربيات كارو وعلى الشمال في بلاعات، فانت بتضطر تمشي في النص. وانا ماشي على سرعه حلوه يعني، انا راجل بجري برضه، هو تدريت ويحمرق وانا بتوتر وانا اصلا صايم، فعمال اقول له اهدى، بطلع له ايدي من الشباك، اهدى حجان ده هو ما في تتربتت. قمت جيت عملت ايه قسما بقية الله، قمت جيت مفرمل قاصد عشان يخبط فيا وانزل اتخانق معاه، وده اللي حصل. فرملت خبط فيا، يلا بقى تعالى لي، والناس بس خلاص يا باشمهندس خلاص بيجا هناك بقى البيجا بقى هناك بقى منطقه البيجا بجد. فبقى خلاص بيجا خلاص بيجا. ركبت عربيتي، حسيت ان ليه كانت سهله جدا، اقوم جاي موسع له اتفضل غور في داهيه واكمل طريق. انا مش عارف ليه يوميها خبطت عربيتي عشان انزل اتخانق معاه، مالهاش لازمه. اخر خناقه برضو كنت قدام الجامعه، هي الجامعه دي. انا عامه يا جماعه مش بتخانق كتير ضرب، مش لازم اعرض نفسي لكده، لان ما اعرفش اللي قدامي ده هيبقى معاه ايه ولا ما اعرفش. وانا كمان بحس ان الضرب ده اخر حاجه بلجأ لها لما اكون خلاص مضطر، لان مش حاجه حلوه يعني، مش لطيفه ان انا جاي اتضرب مثلا فاهم، او حتى لو ضربت واحد جامد مش حلوه ان انا اذي حد يعني، مش تبقى لطيفه خالص يعني. خناقات الضرب دي عاده يا جماعه بالنسبه لي، مش عارف ليه حد موعظه دلوقتي، ده اخر حل بلجأ له في اي حاجه. لو مثلا الشخص ده مثلا اهني، خلاص انت اتهنت قدام الناس، خلاص يلا بينا نضرب بعض. او لو الشخص ابتدى يتهجم عليا، خلاص اتس دان بقى. فكنت عند الجامعه، كنت عايز اركن، طبعا في مصر مفيش حد بيستنى، 19 عربيه عدت، مع ان انا مدي فلاشر، اللي هو طب انا عايز ارجع بقى واخش في الركنه، الشارع ضيق. استنيت مثلا بجد لمده دقيقه ونص قاعد في العربيه مستني العربيات بقى، بص في المرايه تك 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 تك. اول ما لقيت خلاص الدنيا فاضيه ويسمح ان انا اعرف اركن، فابتديت ارجع. ففي توك توك جاي من اول الشارع زي الميكروباص كده، فانا يا معلم انا بركن خلاص. فجه بقى اللي هو عايز يعدي، ففرمل وعمل مشهد ملوش اي داعي، كان هو كمان صايم. فوقفت كده، هو ايه الكلام، قال لي مش تحاسب. فانا اتنرفزت جدا. ليه؟ لان انا مدي فلاشر بقالي نص ساعه انا مستني، بس انا في رمضان وكان بقى مشروع التخرج، وكنت اصلا داخل اقابل الدكتوره بتاعت مشروع التخرج، كانت الدنيا بايظه، كان يوم غلط. فانا ما اعرفش ليه انا ما اتكلمتش حتى معاه، وبتيجي باصص له قلت له من تصلك غبي. حتى بعد ما قلت له كده اللي هو ولا بتعمل ايه ده سواق توك توك، فيبقى انا مش عارف انا بعمل ايه، بس هو الدنيا هي مقاومه الانسولين هي المشكله، حصل مشكله في الانسولين. فطبعا واحد اتشتم وهو ما قالش حاجه برضه، هو قال لي حد يعمل كده. انا بقى في دماغي انا مدي اشاره بقى لي نص ساعه واستنيت 15 عربيه تعدي، وانت كان في فرصه تسيبني اركن. انا طبعا ما قلتلوش كل الكلام ده، قمت جيت عملت سامري في دماغي، هوب من تصلك غبي ترانش. فقال لي ايه ده، مين ده اللي غبي هنا بقى، ده اللي كنت بقول لكم عليه، ان اتس تو ليت. انا في خناقه مش هينفع اقول له معلش يا كوتش، خلاص اتس دان، انا خلاص قلت له من انا شتمته. قال لي مين ده اللي غبي، حسيت ان كان نفسي ارجع مشاهير، بس انت اللي غبي. قال لي انا اللي غبي، قلت له للاسف انا علاء قال كده من دقيقتين، انت غبي فعلا. فانزل لي من التوك توك، وانا بالنسبه لي كاستراتيجي خناقه، واحد وقف لي عند الازاز ما ينفعش اديله، لان انا قاعد في العربيه فهيلبسني بواني، هو كسب. فانا عارف ان لا خلاص لما حد ينزل لي انا لازم انزل. فنزلت له من العربيه، ايه الكلام. وكنت ساعتها بقى جيم بقى، كان 25 سنه، فكنت جيم بجد، كنت معضل يعني، كانت في عز الجيم. فنزل لي بقى، فانا قلت له ايه الكلام يا اسطى انت اللي غبي. ففجاه مش عارف ايه اللي حصل، لقيته رايح يجيب حاجه من التوك توك، وكنا كمان بعد الثوره على طول، كان في 2012. فانا مش عارف هذا الشخص هيعمل، ما انت ساعتها بقى كان في بقى ممكن يطلع لي مسدس بجد عادي، تك تك خلاص انتهى رصاصتين، وانا في منطقه شعبيه وسواق توك توك في فيلم وفي مشاكل، المشهد فيه مشاكل، وانا اصلا برضو طول عمري شعري ناعم وفرفور مش يعني. فالمهم لقيته بيجري يجيب حاجه من التوك توك، فانا مش هخليك تجيب حاجه من التوك توك. فقمت جيت ماسكه
قمت جيت راميه قدام اتوبيس كان بتاع الاكاديميه كان هيخبطه ولقيت نفسي في نص خناقه وقام جاي لي. كان عندي كام حركه كده. محمد الشيخ عارفين فاكرين حلقه الاخوات لما كان بيلعب جودو فكان معلمني كام حركه عشان ادافع بيها عن نفسيتي زي الليمبي. الولا جاي لي قلت ازدان انا مهمتي ان هو ما يوصلش للتوك توك. قمت جيت جايبه اديته واحده ايبون سوناجي اللي بيلعب جودو هيفهم وترن على الارض وقع طني 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 طن لحد ما الناس خبيشه هي في نفس المنطقه خبيشه خلاص خبيشه صلي على النبي خبيشه انت من صايمين خبيشه. المهم ايه بقى ان هم حشوني وسابوه فسابوا له فرصه يجيب الحاجه اللي عايز يجيبها من التوك توك اللي انا ما ينفعش يجيبها من التوك توك. فهم عشان انا كنت دوميننت في الخناقه فهم ايه قال لك نحمي الولا فخدوني على جنب وبتاع. قلت لهم يا جماعه هو رايح يجيب حاجه من التوك توك ما تخافش يا باشا ما حدش هيجي جنبك وبتاع. وعامله فيها ايه 3000 راجل في بعض. الولا جاب عصايه انا دي اطول عصايه شفتها في حياتي غالبا. عصايه قد بتاعه المكنسه كده اهو وتخن كده وكان عليه محمد ابو تريكه ما اعرفش ليه كان عليه ستيكر محمد ابو تريكه وبركات كانت العصايه براندد النادي الاهلي ما اعرفش ليه وطلع يجري عليا بيها. قلت خلاص اتس دان. انا قلت له انت غبي دي نهايتي الطبيعيه في اي فيلم خلاص البطل ساعات بيموت مش مشكله. بس انا كنت متعلم ان خلاص انا مش هجري انا كعلاء ما بجري يعني الحمد لله يعني ربنا يديمها انا مش بجري خلاص. فقلت خلاص يا باشا انا هقف هيضربني ايا كان هيضربني فين بالعصايه بس لما يضربني هاخد العصايه وهقتله بجد لان ما فيهاش عارف انت زي بريكنج باد ما هو يقتلك يا تقتلني يعني فاهم خلاص ما هي وانا مش هموت عشان بس تبقى فاهم يعني انا مش ناوي اموت النهارده. فالولا بيجري عليا اللي كانوا بيحشوني بعدوا اللي هو كابتن هو انت مش لسه قايل لي هتحميني. قلت خلاص انا هقف. فالظاهر الولا انا شاب واكاديميه ولابس والله تيشيرت زرقاء عليها فاني فيس ومكتوب عليها سمايل حاجه تافهه جدا وشعري ناعم وبتاع وكده. فهو قال الولا هيجري فانا لا انا وقفت له فهو الظاهر ما فهمش فقام جاي مهوشني بالعصايه يعني خبطها على الارض. فانا حسيت ولا انت مش غبي كام تو ماي لايف. قمت جيت قلبه ايبون سوناجي تاني وضربته لحد ما خلاص بقى خلاص ما اعرفش حتى جاب دم يعني خلاص بقى انتهى. لما ركبت العربيه ودخلت الجامعه بجد سالت نفسي ليه ايه المشهد بايه انت ابراهيم الابيض يالا ايه الهبل ده. فمالهاش لازمه يا جماعه. ولكن تعالوا كده نسمع بعض قصص بقى الجمهور في الخناقات الرمضانيه. معانا اول واحد ادهم النجار. قبل ما اكمل ادهم النجار اسكندراني وادهم النجار من اكتر واقوى الفانز لبودكاست كفايه بقى فنسمع سقفه لادهم النجار. وادهم عايزين نتقابل يعني ادهم عشان عايش بره فعايز بجد ادهم لما تنزل عايزين نتقابل بجد. طيب نشوف ادهم بيقول ايه. قال لك بقول لك يا باشا قال لك صاحبي كان بيهدي عركه في الشارع. انت اسكندراني فطبعا اهلا باهل اسكندريه اجدع ناس منطقه شيلورون وهو مستنيني عشان نروح نفطر يعني. هو واحد صاحبه كان مستنيه فهو معدي عليه لخص لكم عشان هو كتب 3 صفحات مثلا. فهو اول ما وصل لصاحبه لقى في نوش في حوار كان صاحبه بيهدي خناقه. فادهم مش مثلا ينزل ويسال لا ده بقى مقاومه الانسولين اللي في رمضان. انت مخك ما مش بيبقى في حته والله لازم في حته في مخك بتبقى واقفه في رمضان. وادهم ضخم يعني انا ما شفتوش قبل كده على الحقيقه بس صوره الولا يتسعني لو كان هو سواق التوك توك كان زماني انتهيت من 2012 خلاص ما كانش فيه علاء كانش فيه بودكاست. فهو شاف لما وصاحبه في نص اللمه فنزل دور الضرب في 30 واحد مثلا. هو ما سالش بقى ايه القصه ايه الحوار. هو اصلا صاحبه كان بيهدي خناقه هو نزل ضرب المشهد فاهم فريد شوقي دمر الدنيا. وبعد ما ضربهم اكتشف بقى في الاخر ما هي دي المشكله انت بتكتشف في الاخر ان صاحبه كان بيهدي خناقه ومش اي خناقه. الشارع كان ماسك حرامي طبعا الناس كانت ماسكه الحرامي مهربداه فهو كان بيحاول يحوش عن الحرامي صاحبه. فلما ادهم دخل ضرب المشهد ضرب ناس ملهاش معنى. تخيل انت واقف مثلا ماسك حرامي لقيت بوكس الله ايه ده ايه يا جماعه كابتن اهدى. فهو ضرب المشهد وبعد ما ضربه اكتشف ان القصه والحرامي هرب. فاضطر هو وصاحبه يدفعوا ثمن الحاجه المسروقه ومشيوا واتاخروا على الفطار واضطروا يفطروا مع بتوع البلح اللي هم بيوزعوا بلح في الشارع. فين اللي بيرموا عليكم بلح في رمضان دي اضطروا يفطروا معاهم في الشارع. فهنا السؤال ليه يا ادهم ليه ما سالناش ادهم. هو ده بقى ده الفكره ان انت ساعات بتتصرف بغوغائيه. طب اسال ايه القلاب والحاجات زي دي انت مش عارف طب انا خدت ثواب ولا عقاب عليها ليه. لان انا دخلت حشت عن بني ادم ثواب بس هو حرامي فهرب عقاب فانا فين فاهم انت انا هدخل الجنه ولا النار في المشهد ده مش عارف. ده يوصلنا برضو لنفس فكره حلقه فطار الدفعه ان انت ما تتسحبش من لسانك زي فكره اللي هو انا هحجز لكم البس بقى كل حاجه. فنفس الفكره ما تتطوعش في رمضان يا جماعه والنبي كل واحد يخليه في حاله فاهم انت اللي هو ايه شفت خناقه سمع افكس ليه لان ما انت تفهمش يمكن هما الاثنين كان عندهم مشكله في نسبه السكر فبيتخانقوا مع بعض. انت اخلع مالكش دعوه ولا تهدي خناقه. يعني انا شايف كده ان انت في رمضان الاثنين بيضربوا بعض
امرهم الى الله. عندنا قصه جميله الدقني، انا مش عارف بقولها صح ولا لا، بس هي بالانجلش فهي جميله الدقني. بتقول لك ايه؟ طب انا اتخانقت قبل كده مع مديري علشان كتبت في الايميل بساله عن اجازه بعد رمضان. دي مشكله المدير بقى. فمديرها برضو كان عنده مشكله مقاومه انسولين بتاعت كابتن كوبرا، عنده مشكله في نسبه السكر في الدم. اتخانق معاها علشان هي بعتله الايميل بصيغه امر. طب انت ليه عرفت منين ليه ان هي صيغه امر يعني؟ فالمهم فقال لها انت بتأمريني عشان اديكي اجازه ازاي يعني؟ فقالت له ما هو ده نفس الايميل اللي انا بكتبه لك قبل كده. قال لها ماليش دعوه قبل كده، واتخانق معاها علشان كتبت له الايميل من وجهه نظره هي بصيغه الامر. هي مسميه الخناقه دي هرمونات رمضانيه. ايها المدير اهدوا، والله ده نفس خناقه نورهان اللي هي بتاعت ابنك الكلب عامل ايه. هي نفس واحده بتسال على اجازه ايزي. ليه؟ لان انت في رمضان اصلا مش بتضايق نفسك. وحتى في رمضان يعني راعي اللي شغال تحتيك. انت في رمضان، في خارج رمضان ممكن اقوم جاي مثلا اقوم جاي ينام عليك نمايه تجيبك الارض مع الناس تانية، تمام مفيش مشكله المدير ده كده. انما انت في رمضان الواحد بيحاول يبقى كويس، فهي يا عيني البت ما راحتش نمت عليك، ده يبقى ذنبها؟ لا، ادعم المدير. هبه حسين عندها مشكله بقى ايه؟ بتقول لك انا اتخانقت مع زميلي في الشغل عشان حطيني في الايميل مستر هبه مش مس هبه. تايبو، في عارفه السبيلنج بتاع الايفون كتبت غلط. تتخانقي معاه يعني؟ هل هو مثلا غبي لدرجه ان هو يقول لك يا مستر هبه هو في ايه يعني؟ انا فاهم ان في هرمونات عامه وفي هرمونات رمضانيه، بس تمام اللي هو راجل غير سايت انجليزي ايا كان، قصدي تفوتي الداني. ملك مصطفى عندها قصه من اكتر القصص بجد اللي شدت انتباهي، وعايز الجمهور بس ركزوا معايا كده وانتوا بتسمعوا الخناقه دي. ملك مصطفى بتقول صاحبتي كانت عازمانا كلنا على الفطار، وفي اخر اليوم كنا بنتصور، فتقريبا انا كنت مايله عليها. عارفين البنات لما تعمل كده تلاقي صوره هرميه مع ان في بقيه الكادر فاضي، يعني مثلا الكادر اهو مربع بيبقوا عاملين كده. طب انت لو وقفت كده افردي ظهرك كده هتلاقي الصوره طلعت عادي جدا. المهم كانت مايله عليها ومش مبيناها، فتعصبت وزقتني، رحت ضربها بالقلم. الصوره اللي بعدها يعني هو في صوره بعدها ثواني بس، ده مبدئيا ضربتها بالقلم. يا جماعه موضوع القلم ده صعب جدا. انتوا عارفين انا في الخناقات حتى بتاعت التوك توك ما ضربتوش بالقلم لان القلم مهين، اللي يضرب بالقلم دي اهانه. يعني انا حتى مربي كوكا على فكره ايه، اللي يضربك اضربه طبعا، بس لو صاحبك روح قول لمامته. انا برضو عامل له كده ايه الجوريثم، يعني انا كاتب له زي بروجرام مفعله هنا زي ابلكيشن كده. انما اللي يضربك بالقلم على وشك it's fucking done، انتهى. فانت ضربتيها بالقلم. انا نفسي اجرب الموضوع ده عامه، يعني نفسي، اصل انا بشوفه في الافلام، انا عمري ضربت حد بالقلم، دايما بشوفها في الافلام اللي هو اخراسي انا ما اعرفش ان دي تتعمل، بس ما علينا. هي بتكمل بقى بتقول ايه الصوره اللي بعدها. هو في صوره بعدها، ده بقى الغريب ان انت هو طب ما بين بقى القلم والصوره الجاب او البلاك هول ده حصل فيه ايه بقى؟ ده المهم. الصوره اللي بعدها يا عيني خدتها بس كان وشها احمر جدا وجت صلحتني في الاخر. لا قولي لي مين صاحبتك دي عشان عايز اتعرف عليها. استنى كملوا بس هكمل لكم القصه. كل ده حصل في بيتها اللي هي عازمانه فيه على الفطار في رمضان. انت جحده، واحده عازماكي على الفطار في بيتها ضربتيها بالقلم وصلحتك واتصورت معاكي تاني وهي خدها احمر. ايه؟ انت عارفه ان انت في اليوم ده مش بس صيامك ما تحسبش، انت رمضان ده كله شوفي كان سنه كام، يعني اعتبري مثلا ان رمضان 2022 ده ما تحسبش. صومي تاني والله، اسمعي كلامي. وكمان كنت مغطيه عليها في الصوره، يعني انت جيتي بيتها وغالبا ما كنتيش جايبه حاجه، يعني اصلا يعني بعد كل ده مش فارقه بقى، لو حتى لو جايبه بزوسه ما مش فارقه، فاهمه؟ جايه بيتها وهي بتتصور في بيتها كنت مغطيه عليها، فزقتك اللي هو التخري، قمتي لطشها بالقلم في بيتها وصلحتك في بيتها يا جحده. ايه ده؟ ايه يا ملك؟ انت متجوزه ملك ولا ايه النظام؟ الله يكون يعني جوزها بقى ايه؟ شوف لو في اي حاجه ابعت لي على طول. سما طارق كاتبالنا مره لما كنا في رمضان كان عندنا عزومه وساعتها كان العدد مش كبير، فخلوني اقعد على ترابيزه الملوك. دي طبعا قلناها في حلقه قبل كده ان دايما يا جماعه الشباب مش عارف ليه بيبقى في ترابيزه الملوك اللي بيبقى عليها الاكل الاساسي، وترابيزه الحاشيه بقى اللي هو ده بتاع الشباب بقى الوساخه بتاعت العيله بتقعد عليها، والترابيزه الاساسيه بيبقى عليها ايتمز اللي هي مثلا صينيه المكرونه اللي بالبشاميل، انت بقى بيبقى عندك مثلا بابا غنوج، حاجات ما تاكلش عيش يعني. بس المهم هي كانت قاعده على ترابيزه الملوك، فعشان انا اصغر حد قاعد على سفره الملوك فطلبوا مني اجيب لهم معالق، فرحت عشان اجيب لهم معالق مخي ترجمه شوك، طبعا ده نقص سكر انت فاهمين. فرحت اجيب شوك من النيش وقعدت اغسل الشوك، وبعدين لما جبت الشوك قالوا لي احنا قلنا لك تجيبي معالق، فتعصبت وقالت لهم لا كلوا انتوا بالشوك. مش عارف يا جماعه انتوا مالكم في رمضان يعني؟ شوفي مالك عملت ايه، دي بقى عزومه بيتك يعني، دول الناس ضيوف، ففي حاجه اسمها اكرام الضيف، ده حاجه ده لفظ انت لو كتبتي على جوجل اكرام هتلاقيه بيكملك الضيف، فاهمه يعني؟ دي حاجه متعارف عليها جدا. فلا انتوا هتاكلوا بالشوك. فبعد ما جبنا المعالق وكل حاجه انا قعدت بفطر، اكتشفت ان الاكله دي مش محتاجه شوك اصلا، وحسيت بغباء مش طبيعي. انت في المشكله دي بقى ايه؟ عامله زي مشكله التوك توك، انت غلطانه والغلط راكبك من ساسك لراسك
راسك بس اتس تو ليت على الاعتذار. زي التوك توك بالظبط، قلت له من تصلك غبي، اتس دان. يعني انا ساعتها حسيت ان انا ليه قلت له غبي؟ يعني راجل غلبان واكل عيش وتوك، يعني فاهمين قصدي؟ وهو طالب بقى في الاكاديميه وراكب عربيه وانتوا ده بتدوسوا على الغلابه غلط، فكان تو ليت. انت برضه خلاص تو ليت. يعني انا شايف ان انت ساعتها لو اعترفتي بغلطك تبقي غبيه. مع الاسف في جماعه كده ساعات بيبقى اللي هو ايه، كبرياء الغباء، انا مسميه كده. يعني في كبرياء الغباء، خلاص انا غبي وعرفت ان انا غبي وغلطان بس ما ينفعش اعتذر، it will make things worse. فاهم انت؟ خلاص. سيرتي جونيور كاتب خناقه انا بجد ببقى نفسي اتخانقها في كل عزومه، اتخانق مع الناس اللي عازماه عشان اخدوا الحلو بتاعه وخبوه. شكرا يا سيرتي، والله العظيم انت بتمثلني والله العظيم، وبتمثل كل واحد مصري. يعني قلناها في حلقه قبل كده، انا جايب حلو، هل انا جايبه علشانك كواحد انا جاي له؟ ما اكيد لا، ما انا بنقي هذا الشيء عشان انا عايز اكله. يعني انا مثلا بقالي فتره ما اكلتش ام علي ومستغليها، هروح باللابوره اجيب ام علي ب 800 جنيه ليه؟ فبستغل ان في عزومه عند حضرتك، فبقوم جاي صارف ال 800 جنيه عشان اجيبها عشان اكلها معاك فتخبيها. لا تعالى، ما عنديش الشجاعه بتاعت سيرتي. ما ده لو انت اسمك سيرتي، انا ما اعرفش انت كاتب كده، سيرتي بالسين مش بالتي اتش، يعني مش 30. شكرا يا سيرتي ان انت بتعبر عننا كلنا، وده تحذير لكل الناس عازمه ناس. الحلو اللي هجيبه نزله، بلاش عفانه. انا عارف ان انت عايز تستخدمه في عزومه بعد بكره، مش عليا، ماليش دعوه، مش عليا انا، مش على حسابي. تسنيم يسري عملت زي المسلسلات لما بتبقى عايزاك تتفرج على سيزون 2، قالت لك كنا عازمين خالتي على الفطار واخويا كان عمال يتكلم بكلام عصبني، فسكت بعدين مسكت طبق الملوخيه وما كملتش الرساله. لا انا هموت واعرف ايه اللي حصل في طبق الملوخيه. يعني انا طبعا متخيل، بس انا عايز اسمعها منك يا تسنيم. ابعت لنا وكملي الرساله. انا عارف يا جماعه ان على الانستجرام بيبقى فيه ليميتد، انا اول مره اعرف كده يعني، بس 3/4 القصص بتبقى واصله لي ناقصه، بس القصه دي بالذات انا عايز اعرف تكملتها والنبي عشان خاطري. هطلع اقولها في ستوري، سيبكم من البودكاست خلاص. انا بجد عايز اعرف طبق الملوخيه حصل فيه ايه، يعني لان انا متحمس جدا اعرف ايه اللي حصل. مسكت طبق الملوخيه ايه كشك حكت قصه. القصه دي بتفكرني بالفيديوهات بتاعت الاي اي بتاعت دلوقتي. عارف انت الفيديوهات بتاعت الاي اي لما واحد يضرب صاحبه وبعد كده يبقى ماسك بولت ايس كريم يكب على راسه بركان؟ عارفين اللي هي الاي اي لما يخترع فيديو؟ انا حاسس ان هي نفس الحوار ده. بتقول لك كنا قبل الفطار ومتشاكله، يعني عامله مشاكل مع اخويا الوسطاني، فجه مش عايز القط يبقى معانا على الفطار. طب ما هو ليه القط يبقى معاكم على الفطار؟ ده نمبر 1. بس تمام، انتوا عيله شاكينارز، فالقط يبقى معانا على الفطار ده حاجه معقوله ماشي. عند فيا، فانا عندت اكتر وحلفت لا يقعد معانا. اما اخويا الكبير حلف، ما هو فاطر، ما هو لازم بقى ايه، ما هو انت في رمضان الدنيا بتبقى كلها خربانه. طب انت كاخ كبير شايف الاثنين الصغيرين بيتشكلوا، حل. لا هو ما يحلش. تعالى هو ايه، انتوا بتتخانقوا على القط؟ طب ما اناش ايه، ما جاي واخد عياله، هي كابه كده، قام جاي واخد عياله ولسه هيمشي، مش نهديه ونقول له تعالى يا محمد، لا. فهي واخوها الوسطاني ابتدوا يقلبوا الاكل على بعض، فماما صوتت اللي هو ايه ده ايه ده. عشان كده بقول لكم هو فيديو اي اي، هو حاجات مش راكبه على بعض. انا عايز اعرف فين الدرفيل هيطلع في القصه، فاهم؟ ولما المغرب اذن عدلوا الاكل وقعدوا كلهم ياكلوا عادي جدا. عشان كده بقول لكم دي اغرب قصه سمعتها في حياتي، هي دي قصه بالاي اي، فاهمني؟ معموله ميد جيرني. سلمى عز يا جماعه كاتبه لنا ان هي اتخانقت مع مامتها ان الحبهان دايما هو اللي بيطلع لها في الاكل. مش ده الحوار، اتخانقت معاها على الحوار ده قبل الفطار. ليه يا سلمى؟ يعني ماما طبخه، طب كلي ولما يطلع لك في الاكل بقى ساعتها افتحي الخناقه. احنا يا جماعه في رمضان بنبقى كرييتيف فشخ ونتكمستو خناقات، بنفتكر بقى القديم والجديد. 3/4 الخناقات اللي مع مراتي اللي بكسب فيها بتبقى في رمضان عشان بفتكر لها الحاجات اللي هي القديمه. فاكره ايام الخطوبه انت عملتي حضرتك؟ انا دلوقتي بنتكلم على البيكاتا اللي بالمشروم بعد 10 سنين جواز. لا تعالي لي بقى ايام الخطوبه. علي محمد، مره امي اتخانقت مع مرات خالي علشان فرده شبشب. بحب قوي الخناقات العبيطه دي، علشان امي كانت فاكره ان دي فرده الشبشب بتاعتها وهم عندهم نفس الشبشب. دي خناقه رمضانيه جدا. برافو يا جماعه. علي انت فهمت البريف، انت كده فهمت الخناقات الرمضانيه. امه اتخانقت مع مرات خاله علشان كانت فاكره يعني حتى ما طلعش شبشبها. انا يا جماعه حاجات السلايف، عارفين الحاجات دي؟ والخناقات اللي هي بتاعت مرات اخويا بحبها، تبقى سبايسي قوي في رمضان بالذات، بتبقى حلوه قوي يعني، بحبها دايما. عشان دايما مهما كانت السلايف، ما اعرفش هي سلايف اصلا ده جمع صح ولا لا، كانوا مبيسين مع بعض دايما في بيف. رندا صلاح بتقول ايه، مره سالت جوزي هو ده المصحف بتاعي، فقعد يتخانق معاها في فكره يعني ايه مصحف بتاعي وبتاعك ازاي يعني، ازاي؟ بس انا عايز اسال ازاي كمتجوزين عامه، ولا ازاي اصلا فكره ان المصحف ده يبقى بتاع حد؟ ده سؤال مهم جدا. بصوا يا جماعه عشان نكون منصفين، انا من اول البودكاست دي ده ماسك شاكينار وامثالها بسحلهم، بس تعالوا كده لحظه صراحه، واحنا في رمضان في شهر كريم كده وايام مفترجه، الرجاله عندهم هرمونات ترانش. افرحي شاكينار، حاسس ان شاكينار دلوقتي قاعده ايه لا بصراحه يعني انا اللي عملته مع نونا ده ايه، فاهم؟ الاستاذ اللي بيتخانق مع مراته ان ده المصحف ده بتاعي ولا يا سيدي، يقول لها اه او لا، يعني هي ما تقصد، هي
تستفسر، يمكن مثلا معلمه صفحه معينه بالبتاع دي، فاهم؟ قام جاي ماسكها مسح مكرونتها. طب انت في ايدك استلم مصحف يعني، شوف كلام ربنا ده كله انت ما خدتش منه كلمه. اتعظ يا مان خلاص، فاهم؟ قال لها المصحف يعني ايه مصحف بتاعي وبتاعك؟ وكانت خناقه فظيعه وعامله ايموجي كده اهو. نور محمد بابا في مره تعالوا بقى نخش في الخناقات السبايسي اللي فيها طلاق. بصوا يا جماعه اللي جاي ده كله خناقات لذيذه قوي، تمام؟ وانا محوش الحاجات دي في الاخر. نور محمد بتقول لك ايه؟ بابا في مره كان عايز ياكل بط على الفطار. ليه؟ ده نمبر 1. بس تعالى نكمل. فماما كانت اديتها لاختها، فهو لما عرف طلقها. وده بجد مش ها كده، هو ده بجد يعني. نور هو ده عشان بس تطلعي على البودكاست وتبقي كده ولا ده بجد؟ طب انتوا كويسين؟ طمنين عليكم دلوقتي، الدنيا ايه ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ انكل ده اللي بقول لكم، ده اكبر دليل ان الرجاله في رمضان بي عندهم هرمونات فور شور. طنط ادت البطه لاختها. هو الحل بسيط، عارف ايه هو؟ انزل كارفور يا باشا، انزل اي هايبر اشتري بطه تانية، اتخانق معاها. لو انت خلاص عايز تتخانق اتخانق معاها ان انت طلق الوليه عشان ادت البطه لاختها تتطلق. انت هديت بيت على بطه؟ البطه دي هي اللي بتبيت دهب في الكرتون ازاي يعني؟ ايه يا معلم في ايه؟ لا الرجاله فيه هرمونات فور شور. طلق الوليه عشان بطه واديتها لاختها يعني. دي بقى قصة هرمونات ستات. تعالوا نسمعها. فاطمة ضحى، معرفش ضحى ولا ضحى يعني، بس هي فاطمة ضحى. اوكي. ماما مرة اتخانقت مع بابا خناقة جامدة جدا، ودخلوا فيها اهل ايه، دخلوا فيها الجدود، علشان في اول خناقة بابا بيقول لها هو احنا هنفطر ايه النهارده؟ فدخلتوها في سكة ايه؟ انتوا مش حاسين بيا. عارفين الامهات اللي هو لما تقول لها حاجة تقول لها انا حاسب لكم البيت محدش هيعرف لي طريق. الامهات برضو في افوره. انا بس بالنسبة لي في حاجة يعني، هو الراجل جاي يسألك احنا هنفطر ايه النهارده، توصل لدرجة ان انتوا تدخلوا الجدود. كالما نهدى. همت فؤاد، يا لولو انا اعرف واحده كانت هتتطلق علشان ما حطتش بيضه على وش مكرونه بشاميل. ثانيه واحده هنا، انا عندي 3400 سؤال. اولا مين بيحط بيض على المكرونه بالبشاميل؟ استنى انا هتخانق معاك انت دلوقتي. انت بتهببي ايه؟ مكرونه بشاميل اطهر بكتير من ان هي تحط عليها اي حاجه اصلا. بشاميل مكرونه بتحطوا بيض ليه؟ لا والله انا اللي هتخانق معاكي. وحضرتك كأب بتتخانق عشان هي ما حطتش بيضه؟ اما لو كانت حطت البيضه كان ايه اللي هيحصل؟ يعني انت تمام اصلا مع فكره البيض اللي على المكرونه بشاميل؟ يعني دي لو شكشوكه تمام، هي الشكشوكه لازم بيض، انما مكرونه بشاميل بتحط عليها بيض. انتوا يا جماعه، انتوا من سكان كونغو مثلا؟ انتوا فين؟ انتوا عايشين معانا في مصر؟ نسمع برضه تحيه لكيرو مهندس الصوت، بيقول لي هو على فكره في ناس كتير قوي بتحط بيض على المكرونه بشاميل. غلط، ما حدش يعمل كده. المكرونه بشاميل تحط عليها جبنه. انا عايز اتخانق معاكم كعيله، يعني ايه اصلا نحط بيض على المكرونه بشاميل؟ انت بقى او مامتك او باباكي، ماليش دعوه القصه ايه يعني. مش اتخانقت معاها طلاق فاكن تدمر عيله عشان بيضه على المكرونه بالبشاميل اللي هو اصلا غلط. ختامها مسك بقى. احلى خناقه انا قريتها الصراحه في الكومنتات كلها، يوسف اسامه صلاح. طلاق برضو اكيد، ما احنا خلاص احنا دخلنا في فقره الطلاق. ابو صاحبي كنت عندهم في رمضان، ركزوا يعني، هو كان ضيف معزوم عادي. مامته جت من بره كانت جايبه لعبه لاخوه الصغير بس غاليه شويه. قال لها انت ازاي تجيبي حاجه من غير ما تكلميني؟ وطلقها. استنى بس والله العظيم. وقعد يتخانق معاه وهو طب انت راعي ان في ضيف اللي هو يوسف اسامه. تخيل انت فاهم، انت ضيف لقيت بيحصل قدامك طلاق لايف علشان لعبه جابتها. طب ما ممكن ترجعها يعني، هو فكره ان دي ممكن نرجعها. هو لا، تحس ان يمين طلاق ده سهل قوي يا جماعه. طلق الوليه علشان جابت لابنه الصغير هديه غاليه. انت عارفين انا مش مشكلتي في كل ده، انا مشكلتي في ان في ضيف. يعني انا اصلا لما ابقى مثلا في بيت حد والاقي الزوج والزوجه شدوا مع بعض سنه، انا بحس ان طب يا جماعه السلام عليكم، فاهم؟ بيبقى اوكورد جدا. فمنبه يا جماعه في رمضان هو الواحد بيبقى فعلا فيه حته بايظه. يعني انا حاسس ان رمضان ده لازم نستغل فكره صلاه التراويح اللي بيبقى فيها ناس كتير، ويجي ثيرابيست يدينا خطبه صغيره والله العظيم. لان بجد هو بيحصل حاجات غريبه يعني، سواء التوك توك اللي انا اتخانقت معاه، او الراجل اللي طلق مراته علشان جابت لعبه لابنه الصغير، والناس اللي بتحط بيض على المكرونه بشاميل. لا محتاجين بجد والله العظيم نتريث في اي حاجه يعني. تعالوا نعمل استراتيجيه قديمه جدا. ايه هي؟ كان بيقولها لنا والله العظيم في المدرسه زمان قوي، ان انت اول ما تتعصب او اول ما تحس انك انجري زي ما بيقولوا في الحضانه، عد من 1 لحد 10. يعني ادهم النجار اللي ضرب 30 بني ادم، هو يقدر عشان هو الولا جته برضه ضرب 30 بني ادم من غير ما يسال. يعني ابويا لما كان بيضربنا واحنا صغيرين كان بيضربنا بعد كده يفهم اللي حصل، مين اللي غلطان ايا كان. وقلتها قبل كده في ستاند اب كوميدي، سمع مثلا صوت فوق اوضتنا انا واخويا في خناقه وامي معانا بتفك وهو نايم، هو مش فارقه معاه هو ايه مين اللي صحاني من النوم، ايه ده ليه كده. كان بيدخل علينا بيضربنا احنا الاربعه، انا وامي واختي واخويا، ولو معايا اصحاب بيضربنا كلنا. وبعد ما يضربنا بيحس ان مالك يا محمد بتتخانقوا مع بعض ليه؟ اللي هو
بجاوب وانا بمسح الدم. بابا هو شتمني، ماما عايز غرز بسرعه. فالنبي يا جماعه نفكر بس، بلاش نتسرع، لان حرام نضيع صيامنا. لان احنا بنتعامل برضو مع رمضان دي، بتحس ان كلمه اللهم اني صائم دي عامله زي السحر، هترجع اللي حصل، هتعمل اندو. عارفين الاندو اللي هو بيبقى في الورد؟ فاهم انت؟ لو تضرب واحد وتطلع تهين سنسفيل جدوده وبعد كده اللهم اني صائم. يا راجل بجد خلاص يا باشا، اتس تو ليت. انت مش فطرت عادي، انت خلاص ما تصومش يا باشا، روح كل عادي بقى. ودي كانت حلقتكم النهارده في بودكاستكم المفضل. كفايه بقى، اتمنى تكونوا مبسوطين من السيزون. بنحاول دايما نطور، عايزين برضو نجدد الشكر لساره زكي وندى الشيخ، ونجدد الشكر لتيم تي بي بي كله. مش عايز اقول اسامي عشان مش عارفين اللي هو نظام المهرجانات بتاعت السينما، مش عايز انسى حد يعني، فاهم؟ بس عايز اشكر تي بي بي كلهم بالمجهود اهو في حاجات. ونشوفكم في حلقة قادمة من بودكاستكم الرمضاني المفضل كفاية بقى بالله عليك. شكرا لحسن استماعكم لبودكاست كفاية بقى في نسخته الرمضانية. كفاية بقى بالله عليك، كتابة ندى الشيخ، علاء الشيخ، ميوزك برودكشن بلال علي، produced by The Podcast Productions. شكرا جدا جدا لحسن استماعكم، ونراكم في حلقة قادمة من بودكاستكم المفضل دائما كفاية بقى.